السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمد طاهر. لو عندك وسواس قهري أكيد عارف الإحساس ده. بتحس إن عمرك بيضيع، وإنك مش عارف تعيش زي الناس، وإن الوسواس هيفضل معاك طول حياتك. عندك خوف من المستقبل بيخليك أسير الفكرة حتى في اللحظة اللي المفروض تكون مرتاح فيها. في الفيديو دوت هفهمك ليه دماغك بيعمل كده، وهديك خطوات علمية توقف بيها توقع الأسوأ وتسترجع ثقتك في بكرة. الجزء الأول عندنا من حلقة النهاردة: ليه بتحس إن حياتك هتضيع؟ عاوزين نفهم إن العقل الوسواسي بيعيش في بعدين بس: الماضي اللي هو أخطاء، ندم ليه حصل كده، وبيعيش برضو في المستقبل اللي هو خوف توقع أسوأ سيناريو. النتيجة اللي بتطلع بيسرق منك الحاضر بالكامل وبيخلي حياتك كلها ملهاش أي معنى. الوسواس بيضخم صورة بكرة، يعني بدل ما تشوف احتمال إنك تتحسن، دماغك بيعمل إيه؟ بيوريك نسخة سوداوية من المستقبل. يعني بدل ما انت دماغك يحاول يوضح لك ان انت ممكن تتحسن وان انت ممكن تكون شخص كويس، لا، هو بيرسم لك السيناريو التاني اللي احنا قلنا عليه، وهو بيوريك النسخة السوداوية من المستقبل، وهو هيقول لك فيها انت كده عمرك رايح. اللي بيحصل دوت لازم يكون فاهمين ان هو مجرد خدعة ادراكية مش حقيقة. ده خدعة ادراكية من العقل. الدماغ بيحاول يحميك بس بيغلط. هو هدفه ايه العقل؟ عشان نكونوا فاهمين الجزئية ديت، هدفه ان هو يتوقع الخطر، تمام؟ علشان يجهزك. بيعمل ايه؟ بيتوقع الخطر المستقبلي علشان يجهزك. تعالوا ندو مثال على الجزئية دي. مثلا حد عنده ابنه في المدرسة، على فرض يعني احنا بندي افتراضية، والمفروض ان ميعاد المدرسة مثلا الساعة 1 بيخرج الولد من المدرسة او البنت، فممكن تكون جيت الساعة 2 ولسه الولد او البنت مرجعش للبيت. هنا العقل بيعمل ايه؟ بيتوقع الخطر علشان يجهزك. يعني ممكن يقولك ده ابنك اتأخر، اكيد كده في حاجة حصلت. هنا لازم العقل بيديلك احساس بالخوف علشان يجهزك تقوم تدور على ابنك، لان من غير الخوف ده انت اصلا لو قاعد في امان طول النهار وما حصلكش خوف على ابنك مش هتتحرك تدور عليه، وهكذا. طبعا احنا مش بنقولك ان انت ما تخافش على ابنك، لكن بنقوله العقل هنا بيديلك انذار خطر، لان انت ممكن تديها تفسيرات تانية: ان الولد كان بيلعب مع اصحابه شوية، اتأخر في المواصلات، الحصة الاخيرة اتأخرت شوية، ممكن في احتمالات كتيرة. لكن هنا الاشكالية ان العقل بيكون هدفه يتوقع الخطر علشان ايه بقى؟ علشان يجهزك، يقولك خلي بالك في حاجة خطرة انت لازم تتصرف فيها. علشان كده لازم نفهم ان العقل هنا هدفه ايه بقى؟ هدفه يتوقع الخطر علشان يجهزك. لكن في الوسواس ايه اللي بيحصل؟ زرار الخطر ده بقى بيعلق، فبيبقى كل بكرة بالنسبة لك بيساوي خطر. نركز في الوسواس او في حالات الوسواس القهري: الزرار اللي هو في الدماغ اللي بيحاول يحميك ده عشان يجهزك، يقولك خلي بالك في شيء خطر، هنا الزرار ده ماله معلق عندك، فهو شايف ان كل بكرة بيساوي خطر. خلاص، تعالوا ندخل على الجزء الثاني من الحلقة: ازاي بقى انت توقف توقع الأسوأ دوت، وانت ازاي تتعاملي مع الافكار اللي بتقولك ان بكرة سيء، المستقبل بتاعك وحش، ده انت عمرك ما هتتشافي من الوسواس، ويبدأ يتوقع العقل السيناريوهات الأسوأ. اول حاجة هنعملها في الخطوات العملية والعلمية: رقم 1 عندنا اكتب خوفك بصيغة واضحة. يلا بينا كده مع بعض نفهم الجزئية دي. مثال: انا خايف اعيش عمري كله بالوسواس. واحد يقول لك كده انا حاسس ان انا مش هخف من الافكار اللي عندي دي، وخايف فعلا يعيش عمره اللي جاي بالمرض ده. مجرد انك بقى تكتب التفاصيل دي كلها، ده بيفصله عن دماغك، يعني بيشيل الافكار الاسوأ وبيشيل الافكار الوسواسية بدرجة لحظية عن دماغك. تاني خطوة هنسأل نفسنا: يا ترى هو ده واقع ولا احتمال؟ طيب ليه بنعمل كده؟
لان الوسواس هيساوي معانا احتمال سوداوي. خلاص شايف بكرة بشكل خاطئ ومفيش دليل على ان بكرة ده هيجي وحش، بل بالعكس هي مجرد افكار في عقلك. اما الواقع هيساوي ايه؟ انت هنا دلوقتي اهوت بتتفرج وبتتعلم طريقة جديدة. يبقى هنا نقدر في اللحظة دي نفرق ما بين اذا كان اللي احنا بنمر بيه ده واقع ولا احتمال، بنفس الطريقة اللي احنا عملناها ديت دلوقتي. الخطوة رقم 3، احنا عاوزين نقسم المستقبل بتاعنا ل24 ساعة بس. بمعنى ايه؟ يعني في الواقع بره او الشيء الواقعي مفيش حاجة اسمها العمر كله، لا، في حاجة اسمها انا النهاردة هعمل خطوة صغيرة. يبقى في الواقع بره اللي احنا عايشينه ما ينفعش واحد يقول لي اصل انا هفضل العمر كله مش هخف، ده انا حاسس بكده. احساسك ده مجرد احساس ومجرد شعور ملوش اي صلة بالواقع. لكن الواقع بيقول ايه؟ بيقول ان انت تقسم المستقبل ده لمدة 24 ساعة بس. مفيش حاجة اسمها العمر كله، لكن في حاجة اسمها ايه بقى؟ انا النهاردة هعمل خطوة صغيرة. لو ركزت على يومك وانت ركزتي على يومك، دماغك هيبدأ يتبرمج ان بكرة بيساوي ايه بقى؟ سلسلة من الايام مش فخ كبير. بص هنقول ايه بقى؟ العقل هيبدأ يتبرمج على ان بكرة ده سلسلة من الايام مش فخ كبير. الخطوة رقم 4، وهي لازم نفهم ان التجربة الصغيرة ضد السيناريو الكبير. طيب ازاي ده ممكن يحصل؟ يعني بدل ما عقلك يقنعك ان مستقبلك اسود، نعمل ايه؟ لا، نقوله جرب تعمل حاجة صغيرة النهاردة، زي مثلا رياضة، خروج، مكالمة. التجربة الصغيرة دي اللي انت ممكن تكون مستهزي بيها او ان انت تقولي مجرد الحاجات الصغيرة دي هتفرق، عاوز اقول لكم ان التجربة الصغيرة ديت بتكسر السيناريو الكبير اللي الوسواس رسمه. عشان كده بعديها ننتقل للخطوة رقم 5، وهي هنعمل بقى تدريب عقلي يومي لمدة 3 دقايق. يعني كل يوم قبل النوم هتقول لنفسك او هتقولي لنفسك الكلمات اللي احنا هنرددها ديت. هنقول ان انا مش لازم اعرف بكرة هيبقى عامل ازاي، وهنقول كل اللي عليا اعيشه يوم بيوم. التكرار اللي احنا هنعمله دوت ان شاء الله بيعيد برمجة المخ انه يتوقف عن صناعة افلام الرعب اللي هو بيرسمها لك عن المستقبل. في النهاية عاوز اقول ان الخوف من المستقبل مش علامة ان حياتك هتضيع، بالعكس، ده مجرد انعكاس لعقل مجهد من الوسواس. انت مش محتاج تسيطر على حياتك كلها من النهاردة لبعد 10 سنين ابدا. كل اللي انت محتاجه وكل اللي انت محتاجاه خطوة صغيرة بس النهاردة. والخطوات دي اللي احنا قلناها في الحلقة اذا اتبعناها بشكل يومي وشكل متكرر، لازم ان شاء الله هنحس بتغيير في نظرتنا للمستقبل. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. انا بشكركم على حسن المتابعة، اتمنى يا رب الشفاء للجميع، وكان معكم محمد طاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.